السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم الفطير المشلتت التحفه ده، ما شاء الله بجد شكله تحفه جدا. وهقولك ان شاء الله ازاي يطلع معاكي يعني مورق كده وجميل وطري في نفس الوقت. وهقولك برضو طريقه التسويه. انت ممكن تفرديه وممكن تعملي كل الخطوات صح، بس بالتسويه يطلع ناشف ويعني سيء جدا معاكي. بجد التسويه هي اساس الفطير، وتركات بسيطة كده هي اللي هتخلي الفطير معاكي ممتاز. قدمت الفطير عندي هنا في القناة بكذا طريقة وكلهم طرق سهلة جدا. وان شاء الله لو حتى عملتي الفطير قبل كده وطلع مش مظبوط معاكي، ان شاء الله هيطلع مظبوط معاكي بعد الطريقة دي. وده علشان انا بقول والله يعني كل التركات وكل الحاجات اللي بتخلي الطريقة صح وتخلي الفطير معاكي صح. يعني انا يعني ما بقولش، يعني بقول كل حاجة كل تركية في قلب الفطير ان هو يطلع يعني معاكي مورق وحلو. بس تابعيني في قلب القناة وان شاء الله هتبقي استاذة فيه. الطريقة سهلة جدا، يعني هو مش محتاج، بس زي ما قلتلك بتركات بسيطة. واهم حاجة طريقة التسوية بتفرق جدا جدا جدا، وتركات هتخليها معاكي تحفة جدا. بس تابعيني بقى وما تنسنيش في اللايك والاشتراك، ونسمي بالله. معايا كيلو من الدقيق، اي نوع دقيق، يعني من العطار، من اللي هو سايب او اكياس ما بتفرقش خالص. معايا معلقتين كبار من السكر. السكر لو بتاع تموين عشان بيبقى مسكر اكتر بيبقى معلقتين. لو سكر ابيض عادي هتحطي 3 معالق من السكر مع معلقه صغيره من الملح. ونقلب بقى كل المواد الجافه دي مع بعض، ونحط كوبايتين وربع من الماء، حطيهم وقلبك جامد، كوبايتين وربع. وهتقلبيه بقى وتخلي كوباية كده جنبيكي. هنشوف هنحتاج مية تاني ولا مش هنحتاج، علشان بيفرق من نوعية دي لنوعية تانية. بس اقلبه كده شوية علشان ما بيبانش من اول مرة. يعني تلمي العجين كده وتدعكيه كويس، ولا مش هنحتاج علشان مية تاني ولا لا. انا احتاجت ربع كوباية تاني، يبقى كده الكيلو دقيق خد معايا كوبايتين ونص من المية. المية بتبقى دافية شوية يعني بندفيها شويه. ندعك بقى، نعجن كويس جدا. طبعا لو في العجانه هتحطي، لو مش في العجان هتبقى تعجنيه كويس جدا. وهنا عجنتها بسيبها ترتاح كده 5 دقايق بالظبط، وابدا ان انا اعجنها تاني. الحركه دي بقى بتخلي الملمس بتاعها ناعم، ولما تيجي تعجنيها تلاقيها طريه كده وعامله زي الملبن معاكي. بتعجنيها مش هتاخد معاكي اي مجهود خالص لو سبتيها تريح، يعني حوالي 5 دقايق بس. بعد كده ببدأ بقى ان انا اكورها كده واسيبها 5 دقايق، او ممكن ما اسيبهاش يعني في نفس الوقت حتى. بجيب بقى صينية كده او بولة بحط فيها حوالي 3 معالق من الزيت، وابدأ ان انا اكورها. بس بكورها بمسح ايديا من الزيت خالص قبل ما اكورها، علشان لما تيجي تفرديها تبقى مورقة معاكي وجميلة. بقسمهم ل9 كرات، بحاول ان هم 3 كرات كبار والستة التانيين يبقوا صغيرين شوية. زي ما قلت لكم الكيلو دي بيجي معايا 3 فطاير، فهستخدم لكل فطيرة 3 كرات. بحاول بقى ان انا اكورهم كده وادورهم شوية علشان لما اجي افردها تبقى مدورة كده معايا وشكلها حلو. ما بدعكش فيها كتير، يعني انا بس بكورها كده وبعينها وخلاص. هي العجينة ما شاء الله مش مستحملة، يعني هي مرنة اساسا وملمسها ناعم جدا. هي ما شاء الله شكلها تحفة، وهتلاقيها ناعمة ومرنة معاكي. بعد ما كورتهم كلهم كده هجيب بقى كوباية الا ربع من الزبدة. ما تستكتريش الزبدة خالص، علشان دي الكمية اللي انا هستخدمها للفطير كله. بصوا بغمزها كده فيها. الحركة دي بقى بتخليها شاربة. بتستخدمي كده كمية قليلة من الزبدة، وفي نفس الوقت لما تيجي تاكلي الفطيرة تلاقيها يعني شاربة جدا وطعمها تحفة، وتتفرد معاكي بكل سهولة. بسيبها في قلب الزبدة دي الوقت المتاح عندك، يعني من نص ساعة تقدري تشتغلي فيها. تقدري بقى تسيبيها ساعة ساعتين 3 مش هتفرق خالص، لكن اقدر اشتغل فيها بعد نص ساعة. بجيب بقى كده اول فطيرة، زي ما قلت لكم الفطيرة الواحدة بستخدم فيها 3 كرات. اول كورة كده باخدها بفردها شوية. لو لقيتيها عاملة زي الاستيك بتفرديها وبترد معاكي تاني، سيبيها بس كده على الرخامة حوالي 5 دقايق. هتلاقيها بتيجي تفرديها تلاقيها معاكي زي الفل ان شاء الله. شايفين بفردها بقى زي المنديل كده، وهركنها على جنب. واخد تاني واحدة واتعامل معاها برضو نفس الطريقة.
بس بحاول يعني تحاولي تفردي كده على قد ما تقدري، يعني على قد ما تقدري تفردي في العجينة. كل ما تفردي فيها كل ما هتبقى مورقة معاكي. ودي التركية التانية اللي انتي يعني تفردي فيها على قد ما تقدري. هي العجينة هتلاقيها ما شاء الله بتتفرد معاكي. انا هنا كمان مش مساعدني الجواندي بيزحلق الزبدة، فهتلاقيها ما شاء الله اتعملت معاكي بكل سهولة. برضو الحروف بتاعة الفطيرة ما تبقاش تخينة، يعني وانتي بتدعكيها كده بتفرديها من جوه لبره من جوه لبره، والحروف تدوسي عليها ما تبقاش عاملة زي الدبارة. طب لو انتي عملتيها كده ولقيتيها زي الدبارة كده من حروف الفطيرة، اقطعيها ما تخليهاش عشان هتبقى تخينة معاكي في الفطيرة. شايفين؟ احط بقى اول واحدة انا فردتها احطها. حركة ان انا احط الفطير الكرات دي العجين في قلب الزبدة. بصوا ما بضطرش ان انا استخدم زبدة في كل مرة، بستخدم لما بحس ان العجينة معايا ناشفة شوية. يعني ما استخدمتش في الاولانية، لكن في دي حسيت ان هي محتاجة حبة زبدة بحط فيها. كده بتأكد ان كل فطيرة شاربة من الزبدة بتاعتها وممتازة معاكي. شايفين ما شاء الله؟ يعني العجينة ممتازة. يا ريت بقى لو لسه متابعيني ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك. تبدأي تفردي كده زي ما قلت لكم من جوه لبره، تحطي ايديكي برضو من تحتيها كده وتفردي، هتلاقيها اتفردت معاكي بكل سهولة ان شاء الله. بس تشجعي كده بقى وهاتيلي كيلو دي، هاتيلي نص كيلو دي واعمليه، اعمليهم فطيرتين صغيرين كده وشوفي هتلاقي النتيجة ممتازة معاكي. بصوا بتتفرد، حتى لو اتقطعت معاكي مفيش مشكلة، ده مش هيقلل من طعمها او هيقلل من التوريقة بتاعتها، لا. شايفين؟ بحاول ان انا افردها على قد ما بقدر، باخد كده من طرف العجينة وافرد، بدخل ايديا كده بقى وبسحب، هتلاقيها زي الفل معاكي ما شاء الله. اتحدى بقى اي فطاطري بالعجينة الممتازة دي، بجد تحفة جدا جدا ما شاء الله. بصوا يعني الرخامة باينة من الخفية بتاعت الفطير. بعد بقى ما توصلي ان انتي فردتيها كده، بجيب بقى الاتنين اللي انا فردتهم الاولانيين وبحطها كده زي المستطيل في النص، وبرش رشة من الزبدة كده بسيطة وبقفل عليه. شايفين؟ خفيفة ومورقة. لما بعملهم بقى 3 طبقات كده فوق بعض بتبقى مورقة وتحفة جدا. ببدأ بقى، شايفين؟ لازم تعملوها بنفس الحركة عشان تبقى مدورة معاكم في الصينية. تعمليها كده وتلميها، مش لازم ان انتي تقفليها قوي من تحت، هي كده كده هتتفرد تاني في قلب الصينية. شايفين الملمس حتى من فوق ناعمة وطرية. هجيب بقى صينية واحط فيها كمية كده زي معلقة من الزبدة واروح حطها فيها واستنى حوالي نص ساعة. هتتبعي نفس الحركة في ال3 فطاير. بعد نص ساعة تبدأي بقى ان انتي تفرديها كده، هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. مش لازم ان انتي تفرديها بحجم الصينية، لا، هتفرديها بالسمك اللي انتي عايزاه علشان ما تبقاش رفيعة معاكي قوي ولا برضو تخينة قوي. هو الكيلو دي بيديكي 3 فطاير وسط ممتازين. بعد كده برش رشة من الزبدة بسيطة كده وتدخليها الفرن. زي ما قلت في اول فيديو، اهم حاجة التسوية جدا. ممكن تكوني عملتي كل الحاجات دي وتدخليها الفرن وتبوظ منك، لا، اهم حاجة التسوية. اهم حاجة في التسوية ان انت تدخليها على الفرن يبقى سخن، وتدخليها من تحت من الرف اللي هو ملامس للنار. بمجرد ما تحمر من تحت تحمر، ما تستنيش لما تتحمر قوي، لا، يبقى لونها ذهبي كده عشان يبقى طريه معاكي. تروحي بقى مشغله مطلعاها فوق على الشبكه ومشغله عليها الشوايه تحمر كده. تحت الشوايه تخرجيها، ترشي عليها رشه من الزبده بسيطه بالفرشه، يعني اللي هي تديها لمعه، وتكتمي عليها يا غطا يا صينيه. هتبقى ممتازه جدا. بلاش فوطه علشان ما تشربش منك الزبده. مع السلامه.